يا صباح الجمال. اول ما بحس ان عايزه اكل حاجه دسمه فيها بشاميل كتير ما بفكرش غير في النجرسكو. النجرسكو من احلى انواع المكرونه اللي انتوا ممكن تجربوها. حاجه سهله وبسيطه، بتنجح معاكم من اول مره. عايزين تعملوها في عزومه اوكي، عايزين تعملوها اول يوم رمضان اوكي، حاجه كده جميله. وطريقتها سهله جدا، ناس كتير بتخاف منها بس اتبعوا الطريقه بتاعتي بالتفاصيل، هتنجح من اول مره. يلا بينا. معايا نص كيلو من صدور الفراخ، نزلت عليهم بنص معلقة صغيرة من الملح، ربع معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ربع معلقة صغيرة من السبع بهارات، نص معلقة صغيرة من البابريكا، بتفرق جدا في طعم ولون الفراخ بتاعتك. وكمان رشة من جوز الطيبة، ممكن الاستغناء عنها عادي مفيش مشكلة. ومعايا فصين من الثوم المفروم، عليهم معلقة صغيرة من الزيت. هقلب كل المكونات دي كويس جدا واركنهم لمدة ربع ساعة. صدور الفراخ عندي تتبل. قبل كده كنت بعمل النجرسكو من غير ما اتبل الفراخ، بس صراحة لما بقيت اتبل الفراخ بقت تفرق جدا في التست بتاع الفراخ معايا. ولما النجرسكو بتخلص خالص طعم الفراخ بيبقى صراحة طعمه حلو. يلا بقى نسلق المكرونة في حلة على النار في مية بتغلي. حطيت نص معلقة صغيرة من الملح، وهنزل بالمكرونة بتاعتي. انا هنا استخدمت 400 جرام من المكرونة، تقدر تستخدمي من 400 ل 500 جرام. المكرونة بتاعتي هسويها 3 ارباع سوا عشان تكمل باقي السوا بتاعها في البوتاجاز، ما تبقاش مهرية. في طاسة على النار بقى حطيت معلقة من السمنة ومعلقة من الزيت، يسخنوا كويس جدا. هنزل عليهم بفصين من الثوم مفرومين، وبعدين هنزل بصدور البانيه بتاعتي. كل ده على نار عالية. هقلب كويس جدا لحد ما الصدور بتاعت الفراخ عندي يبقى لونها محمر كده، هو ده المطلوب. بعد كده بعد ما لونها يتغير خالص هنزل بالمشروم. عايزه اقول لكم ان افضل حاجه انك تستخدمي في الوصفه دي المشروم الفريش، بيبقى طعمه حلو جدا. بس انا صراحه ما كانش موجود، استخدمت المشروم المعلب. هو بس المشكله ان المشروم المعلب بيبقى متقطع قطع مش متساويه. لو هتضطري تستخدمي مشروم معلب هاتي المشروم اللي هو بيكون الحبه الكامله. هقلب كويس جدا مع بعض. لو هنستخدم مشروم فريش، بعد ما نشوح الفراخ هنرفعها من على النار ونحط في نفس الطاسة المشروم، وبعد كده ننزل بالفراخ. دلوقتي نزلت بربع معلقة صغيرة من الفلفل الأسود وربع معلقة صغيرة من الملح. عايزة أقول لكم إن النجرسكو يعني أكتر حاجة بتميزها إن هي بيكون فيها فلفل أسود كتير. أنا هنا مقطعة الزيتون بتاعي زيتون مخلي، هشوحه كويس جدا وبعدين هقفل على الفراخ، يعني هغطيها وهسيبها لمدة 10 دقايق أو ربع ساعة على نار هادية لحد ما الفراخ تستوي معاكي هي والمشروم كويس جدا. المكرونة بتاعتي خلاص اتسلقت 3 ارباع سوا. نحضر البشاميل. أول حاجة في حلة سخنة على النار معلقتين من الزبدة، عليهم معلقتين من الزيت، يسخنوا كويس جدا. محضرة 3 معالق من الدقيق. هنزل بالدقيق تدريجي وهقلب كويس جدا، يعني وانا بنزل بالدقيق اكون الايد التانية بتقلب. ليه بقى؟ عشان الدقيق ما يكلكعش مني وكل حاجة تدوب زي ما انتم شايفين. الخطوة دي بتكون على نار هادية. دلوقتي اول ما ريحة الدقيق بتاعتي طلعت انا كده عرفت ان الدقيق بتاعي استوى تماما. انزل بالحليب. انا هنا مستخدمة لبن بلدي فيه قشطة، حتى لو تلاحظوا القشطة بيفرق جدا في الطعم، بيكون دسم جدا. ايد شغالة بتقلب الخليط والايد التانية بتنزل اللبن بالطريقة دي. عمر الخليط ما يكلكع معاكي نهائيا زي ما انتم شايفين اهو. بعد كده هنزل بالكريمة اللباني، نص كيلو من الكريمة اللباني. لو مش متواجد عندي الكريمة اللباني ننزل بعلبة كبيرة من القشطة، بس الكريمة اللباني بتفرق جدا في الطعم وبتخليه دسم جدا. هنزل بقى هنا بملح وفلفل اسود. انا هنا ظبطت الملح بتاعي والفلفل الاسود رشه كده في الاخر بتدي نكهه حلوه قوي، وجوز الطيبه، واخيرا 3 من ورق اللورا. ورق اللورا بتاعي في البشاميل بيفرق جدا جدا في الطعم. هقلب كويس جدا. لازم البشاميل بتاعي يكون مش تقيل ومش خفيف، بيكون وسط. البشاميل بتاعي في النجريسكو آه يعني النجريسكو بتفرق عن المكرونه بالبشاميل. المكرونه بالبشاميل بيكون تقيل، دي بتكون خفيفه. نزلت طبعا بالجبن مشكله شيدر ورومي وموتزاريلا، بتعمل مطة كويسة جدا في البشاميل. دلوقتي بقى خلاص هنرص الصينية مع بعض. جبت المكرونة بتاعتي. ملحوظة ان المكرونة بتاعتي صفيتها بس من المية، ما غسلتهاش عشان المكرونة ما تمسكش قوي كده. حطيت فيها بشاميل وقلبتها. جبت هنا الصينية عندي، حطيت الاول طبقة من البشاميل وهنزل بطبقة من المكرونة، وبعدين هنزل بالحشو بتاعي وهحط عليه كمان موتزاريلا.
في ناس بتقلب الحشو جوه البشاميل او بتقلب المكرونه بالبشاميل بالحشو وعلى الوش موتزاريلا، بس انا بحب كده تبقى كل جزء في المكرونه انا متاكده ان هو مليان من الحشو. وهنزل عليهم زي ما قلت لكم برشه من الجبنه كده بتعمل مطه حلوه قوي فوق الفراخ. وهننزل بطبقه تاني من المكرونه زي ما انتم شايفين اهو. يا رب الصورة تكون واضحة قدامكم، كل الخطوات تكون واضحة بإذن الله. لو في أي حاجة مش واضحة قدامكم اكتبولي في الكومنتات وهرد عليكم على طول. دلوقتي بقى هننزل بآخر طبقة وهي طبقة البشاميل، وهنغرقها جبن. البوتاجاز بتاعي شغال على درجة حرارة 200. هتدخل الصينية هتاخد معاكي نص ساعة وهتبقى محمرة من تحت وفوق من غير خالص ما تفتحي الشواية. لو ما احمرتش معاكي افتحي الشواية لان كل حاجة مستوية. كده خرجت صينية النجرسكو. بجد احلى صينية نجرسكو هتاكلوها. حلوة جدا، كل حاجة فيها مظبوطة. طعم الفراخ حلو قوي، المشروم حلو قوي. انا كده قلت لكم الحشوة الاساسية اللي هي فراخ وزيتون ومشروم. تقدروا تزودوا فلفل الوان، فلفل اخضر. طبعا الحشوة يعني براحتكم، لو حابين تضيفوا اي اضافات انتوا بتحبوها براحتكم. انا عايزة اسيبكم بس شوية كده مع المكرونة وانا بقطعها. شايفين حلوة قوي. بصوا بقى، بالنسبة للناس اللي بتحب تطلع المكرونة الخرطة كده تكون خرطة كاملة، فهنستنى تبرد ربع ساعة، نص ساعة، ربع ساعة مش نص ساعة، ربع ساعة كده تبقى بردت الخرطة تطلع معاكي خرطة كاملة. الناس اللي زيي اللي بتحب تاكل البشاميل سايح قوي وكل حاجة مع بعضها كده، فطبعا تاكلها على طول. وبس كده. وان شاء الله الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم، وهستناكم باذن الله تقولوا لي رايكم في الكومنتات. وهستنى تطبيقاتكم باذن الله. اشوفكم في فيديو جديد بطريقه سهله وبسيطه.